فوزه بركلات الحظ الترجيحية على حساب شقيقه المنتخب السعودي بعد مباراة دراماتيكية فيها الكثير حقيقة من الأحداث، فيها الكثير من الأمور الإيجابية في أرضية الملعب وفي المدرجات، نجاح في التنظيم، نجاح كبير حقيقة فيه. كذلك ظهور المباراة النهائية بشكل لائق، تكريم لحكام هذه المباراة بقيادة الحكم الدولي البحريني حسين الشويخ، والذي ساعد سيد جلال محمد كمساعد أول، وعبد الله يعقوب الحكم المساعد الثاني، بينما حكمنا الدولي يحيى البلوشي كان حكما رابعا. هذا هو الشويخ، احتسب ركلة جزاء كانت صحيحة للمنتخب اليمني في شوط المباراة الأول. ستبقى ذكريات عالقة بلا أدنى شك لكل من كان حاضرا في ملعب مجمع السعادة في صلالة، لأن الأجواء كانت خيالية، تحكي عن ذكريات وعن صورة جميلة. الصورة الجميلة التي أقصدها حقيقة أيضا من جانب التنظيم بالنسبة لبطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة، ممر شرفي من جانب لاعبي المنتخب اليمني لأشقائهم لاعبي المنتخب السعودي الذين يتوجون بالمركز الثاني. المنتخب السعودي مرة أخرى وصيفا لهذه البطولة بعد أن حل وصيفا لأول مرة في عام 2015 وكذلك في عام 2019 مرة أخرى. هذا هو أفضل حارس من دون أدنى شك، لا جدال في ذلك على ما قدمه من خلال مباراة اليوم ومن خلال المباريات السابقة. في انتظار عادل عباس أفضل لاعب في هذه البطولة، لاعب المنتخب اليمني. يتسلم جائزة أفضل بطولة من سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، راعي نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة. الفريق الحاصل على المركز الثاني في البطولة المنتخب السعودي. هارد لك حقيقة للمنتخب السعودي، خسارة هذا النهائي الثاني في تاريخه، لكن قدم منتخب جميل جدا، منتخب رائع من الجانب الجماعي وكذلك الجانب الفردي. شاهدنا مواهب سعودية أكيد مع تقدم التحضير، مع تقدم الاستحقاقات المقبلة سيكون الحضور مشرف إن شاء الله بالنسبة لكل المنتخبات التي شاركت. المنتخب السعودي الذي كان في المجموعة الثانية برفقة منتخبات سوريا والأردن والإمارات. المجموعة الأولى كان فيها اليمن والعراق ومنتخبنا الوطني ولبنان. لا يجب أن يحزن أي لاعب ناشئ عندما يخسر مباراة نهائية، خاصة بالسيناريو الذي ذهبت إليه وآلت إليه المباراة، ركلات الترجيح، لأن اللاعب الناشئ المطلوب منه ما هو قادم
أكثر مما مضى، ما هو قادم أكثر وأفضل مما انتهى. مجموعة من الأسماء التي كانت حاضرة بالنسبة لكرة القدم السعودية من خلال هذه البطولة. لا شك تقدمهم الحارس الكبير جدا موسى العيد، مشعل داوود، أبو بكر سعيد، ناصر الفيحاني، عبد العزيز عسيري، ثاري أحمد، عبد العزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبد الرحمن سفياني، الوليد العوفي، سالم عبد الله، محمد العتيبي، فهد الحقباني، جواد الحميدي، مؤيد سليم، يزيد الدوسري، بدر الحربي، حبيب الانتيف، عبد الله هزازي، محمد مدخلي، عبد الهادي مطري، أحمد عشي، ومختار برناوي. هذه الصورة التذكارية التي تبقى في أذهانهم عالقة هنا في ملعب استاد السعادة في صلالة، على أمل إن شاء الله ألا تكون الزيارة الأخيرة. نأمل إن شاء الله لمنتخباتنا العربية والمنتخبات الآسيوية، وهذا النجاح بالنسبة لاستضافة هذه البطولة دليل إن شاء الله على نجاحات أخرى قادمة بالنسبة للرياضة العمانية التي بإذن الله تعالى ستكون لها وسيكون لها الاهتمام الكبير من الجهات المسؤولة. حان وقت التتويج بالنسبة للبطل المنتخب اليمني، بطل بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين هو المنتخب اليمني، هنا في صلالة، هنا في أرض الأصالة، هنا في أرض الفن والجمال والكرم. هنا محافظة ظفار تبتسم من على مجمع السعادة لكي تزف السعادة بأكملها للأشقاء في اليمن السعيد. من هنا سيرفعون كأس البطولة العاشرة للمرة الثانية في تاريخهم. هنا يتقلدون الميداليات الذهبية للمرة الثانية في تاريخهم. المنتخب اليمني اللي وصل إلى نهايات كأس العالم، المنتخب اليمني الذي وصل إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2002، المنتخب اليمني الذي كان قريب من التتويج بلقب بطولة آسيا. ها هو المنتخب اليمني يفوز بلقب بطولة غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخه. اليمن التي خسرت نهائي 2002 على مستوى بطولة القارة بركلات الترجيح من أمام كوريا الجنوبية بعد سنوات طويلة، وبعد انتظار عصيب تعود الابتسامة مرة أخرى لكرة القدم اليمنية من بوابة غرب القارة، هنا في جنوب شرقها، هنا في محافظة ظفار، هنا في صلالة العمانية، حيث الكرم، حيث الضيافة، حيث الاستقبال الكبير لكل المنتخبات العربية التي شاركت في هذه البطولة. ألف مبروك للمنتخب اليمني تتويج بهذا اللقب المستحق بعد لحظات قليلة من الآن. سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار سيتوج المنتخب اليمني بلقب كأس بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة، يمني للمرة الثانية. أحمد بن محسن الغساني بتقديم كأس البطولة للكابتن المنتخب اليمني. الآن وفي هذه الأثناء يرفع
كأس البطولة. وضاح أنور كابتن منتخب اليمن الذي تألق في ركلات الترجيح وفي البطولة، ألف 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 مبروك للأشقاء في اليمن في كل المحافظات اليمنية، تتويجهم بلقب بطولة غرب آسيا 10 للناشئين، لقب مستحق. المنتخب اليمني يحتفل هنا، يرفع الكاس ويرفع العلم، زئير لأسود اليمن. اليمن من هنا تزف الأفراح من مجمع السعادة في كل ربوع اليمن. ألف مبروك للأشقاء، على أمل إن شاء الله أن تستمر الأفراح.